ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفه، والنهارده هنشرح حاجه مهمه قوي في الطيران اسمها ترافيك باترن. يعني ايه ترافيك باترن؟ الترافيك باترن دي بيعملوها في المطار وهم في الفلايت تريننج. معظم الوقت بتتعمل في الفلايت تريننج. يعني اما واحد يجي يدرس طيران بيبقى المكان الطيران ده بيبقى في مطار، صح؟ فالمطار ده هو الناس بتفتكر ان الطيار اللي بيدرس طيران بقى بيروح يسافر، يروح بقى اسكندرية، يروح الغردقة. دي مش حقيقة خالص، ده لسه بيبقى مرحلة تانية في الرحلة في الدراسة بتاعته. بيبقى بيعمل حاجة اسمها كروس كونتري، ان هو بيروح بقى حتت زي الغردقة والاسكندرية والحاجات دي. بس في العادي اول ما بيبدأ كتمرين ازاي يعمل تيك اوف، ازاي يعمل لاندنج، ازاي يلف، ازاي يبص، التكنيكس، الحاجات دي كلها اللي في الجو بتتعمل في حاجة اسمها ترافيك باترن. دي اللي بيكون في رانوي الممر بتاعنا، وبعد كده ايه بنطلع وبنكون في باترن معينه. فاحنا هنتكلم على اسامي كل خط في الباترن ده اسمه ايه. اول حاجه عندنا الرانوي بتاعنا اهو. فاحنا نفرض دلوقتي لو هنطلع من الحته دي، ماشي، هنكمل نعمل تيك اوف، ماشي. الحته اللي بنطلع منها لقدام اسمها ايه؟ اسمها اب ويند، ماشي. يعني الحته اللي بتبقى ايه على طول كده مع الرانوي، مع نفس الخط الرانوي، دي اسمها اب ويند، ماشي، اب ويند. اوكي. بعد كده لما نوصل مثلا لارتفاع مثلا على حسب احنا عاملين بلاننج، ممكن يبقى 2000 قدم، ممكن يبقى 1000 فيت، ممكن يبقى 2000، على حسب بقى. بس ايه، لا نفرض مثلا دلوقتي هنوصل، عملنا بريف مع الانستراكتور، اما نوصل ل 2000 فيت هنلف في الكروس ويند. يعني ايه هنلف في الكروس ويند؟ بصوا هنا، الحته دي، الحته الثانيه دي اسمها الكروس ويند لاج، اللي هي الحته الثانيه. اول ما نلف شمال هنا بقى بتبقى اسمها كروس ويند. خلي بالكم الترافيك باترن ممكن تبقى يمين او نلف، يعني هو نلف كده يمين او نلف شمال. اوكي. دلوقتي قلنا اب ويند اول حاجه. بعد كده نفرض مثلا لو هلف شمال، نعمل ليفت هاند ترافيك باترن بنسميها. يبقى ايه؟ هنلف شمال على كروس ويند، الحته دي اسمها كروس ويند، ماشي. ليه اسمها كروس ويند؟ عشان الكروس ويند، كلمه كروس ويند اصلا معناها ايه؟ الهواء جاي من جنب الطياره. يعني دلوقتي احنا لما بنعمل تيك اوف كده، المفروض في التيك اوف الهواء يبقى جاي من ورا الطياره، عشان بيساعد الطياره انها تبقى عندها قوه اكتر. واحنا عايزين واحنا بنعمل تيك اوف نبقى عندنا سهوله اكتر في التيك اوف. عشان ايه؟ عشان المسافه بتاعت الرانوي تبقى ايه؟ المسافه دي ما تخلصش بسرعه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا عندنا مثلا 1000 فيت اوف رانوي واحنا عايزين نعمل تيك اوف. تفتكروا كده بالفيزيكس، لو الهواء جاي من قدام الطياره، اي الهواء جاي من قدام الطياره، معناه ان هيبطئ الطياره بنسبه او بسرعه. يعني عشان كده الهواء بيبقى عنده سرعه، عشان عنده مثلا ايه 10 نوتس. لو احنا سرعتنا 20 نوتس والهواء جاي من قدام 10 نوتس، يبقى كده هنعمل 20 ماينس 10 هتجيب لنا 10 نوتس. يبقى كده سرعتنا قلت 10 عشان الهواء اللي جاي من قدام. بس العكس صحيح، لو الهواء جاي من ورا، يبقى كده ايه؟ مثلا نفرض في 10 نوتس ويند جاي من ورا الطياره، واحنا دلوقتي بنعمل تيك اوف على سرعه 30 نوتس. يبقى كده هنعمل 30 بلس 10، يبقى كده احنا زودنا سرعه. فكل ما نزود السرعه كل ما الهواء يساعد الطياره انها تعمل تيك اوف بسهوله. ده طبعا يقلل مسافه الروتيشن، مسافه النقطه اللي في الرانوي اللي هنعمل فيها تيك اوف. يعني هنعمل تيك اوف بدري مش متاخر. فده اللي احنا عايزينه، عشان ما نعملش ريسك ان احنا نعمل تيك اوف متاخر. بس المهم يعني الكروس ويند معناها هوا، عشان احنا دلوقتي كنا هوا جاي من ورا، مثلا هوا جاي من ورا. كروس ويند دي هوا جاي من الجنب، جاي من الجناب، ماشي. دلوقتي يبقى هوا جاي من الجنب عشان احنا لفينا، صح؟ بس نلف شمال تاني هنبقى على داون ويند. الداون ويند دي هي البارلل مع الرانوي، ماشي. خلي بالكم هنا في حاجه في الطيران، في حاجه اسمها ايه؟ ابيم. كلمه ابيم يعني ايه؟ لما نوصل هنا أبيم with the threshold، يعني احنا ايه؟ لما نوصل الطيارة بتاعتنا في النقطة دي، يبقى كده احنا معناها ان احنا ايه؟ أبيم، ماشي. كده احنا أبيم مع الثريشولد، يعني احنا ايه؟ parallel مع الثريشولد. الحتة دي اسمها threshold، بتبقى أول الرانوي، ماشي. هي دي بتلاقوا خطوط كده اسمها ايه؟ displaced threshold، ماشي.
تمام. الحته دي اسمها داون ويند، ماشي، اللي هي بتكون بارلل قلنا، ماشي. بعد كده ايه، نلف شمال تاني بيس. الحته دي لما نلف شمال قبل الفاينل، البيس دي الحته قبل ما ننزل بعد الداون ويند على طول نلف شمال نكون في البيس. بعد كده اما نكون في البيس نخلص كده نلف شمال تاني ونكون في الفاينل، ماشي، اللي هو خلاص في الاخر الفاينل اللي هو انت خلاص جاهز هتعمل لاندنج. دلوقتي هنتكلم على انت لازم تبقى configured ازاي. يعني طيارتك لازم تبقى عندك فلابس، تنزل عجل امتى، ارتفاعك ينزل امتى، كل الحاجات دي لازم تخلي بالك منها. انت مش هتطلع على 2000 فيت وتفضل ل 2000 لغايه لما توصل هناك. طب استفدنا ايه؟ مش هنعمل لاندنج، احنا فوق المطار. فعشان كده لازم نعرف امتى هننزل، امتى هننزل العجل. فاحنا دلوقتي لما نكون نطلع مثلا ايه، قلنا هنعمل 1500 مثلا، يعني ايه الماكسيموم باترن التيتيود، بنسميها باترن التيتيود، هو الارتفاع بتاع الباترن بتاعنا، ماشي. نقول هو 1500 فيت، ماشي. هنوصل ل 1500 نكمل 1500. بس ايه، عايزين نبدا بقى احنا في الداون ويند، خلاص نبدا ننزل 1000 فيت، ننزل 1000 فيت كويس، 1000 كده. فخلاص نروح حاطين في الاوتو بايلوت. اتفرجوا على الفيديو بتاع الاوتو بايلوت، شرحنا كل حاجه ازاي بنشغل الاوتو بايلوت في الطياره. فايه انا هحط في اوتو بايلوت 1000 فيت، ننزل كده. فايه خلي بالكم من الحته دي هنا قبل ما نوصل للبيس او احنا في البيس لازم نكون فولي كونفيجرد. يعني ايه فولي كونفيجرد؟ يعني لازم الطياره بتاعتنا تبقى ايه، كذا حاجه. جير داون، لازم نكون نزلنا العجل جير داون. فلابس، نكتب على طول بلس فلابس، نكون نزلنا الفلابس اللي هي فلابس اللي بتبطئ الطياره او انكريس الدراج. هنفهم اكتر في فيديوهات الفيوتشر ايه هو الدراج، الفور فورسز اوف فلايت والايروداينامكس. الحاجات دي مهمه جدا عشان لما اجي اتكلم بالكلمات الطيران زي الدراج والثراست والحاجات دي تبقوا انتوا فاهمين انا بقول ايه. فاحنا طبعا هنعمل فيديوهات اكتر على الايروداينامكس والحاجات دي عشان تبقى مفهومه. بس ايه، الفلابس دي هي اللي بتبطئ الطياره، هنتكلم عليها برضو في فيديو تاني في الفيوتشر ان شاء الله. فايه احنا محتاجين نكون نزلنا العجل اللي هي الجير والفلابس ونكون من الاخر كونفيجرد، يعني يكون خلاص جاهزين احنا نعمل لاندنج بقى في البيس او قبل البيس في الحته دي، ماشي. بعد كده نوصل ايه بيس، نكمل ايه، خلاص احنا في الفاينل. في الفاينل لازم نبقى خلاص جاهزين، بننزل شايفين الرانواي، ارتفاعنا كويس، مع حاجه اسمها ايه، البابي لايتس اللي هي precision approach path indicators. هنتكلم عليها اكتر ممكن في فيديو في الفيوتشر. باختصار البابي لايتس دي هي اللي بتقول لك انت عالي قوي ولا واطي قوي. بتعمل لك انوار كده، بصوا بتبقى فين، بتبقى هناك، بتبقى عامله كده فيها 4 انوار، يا اما احمر يا اما ابيض، 2 احمر 2 ابيض. فلو انت 4 احمر يعني انت واطي جدا، لو انت ايه 4 ابيض يعني انت عالي جدا، لو انت 2 احمر 2 ابيض يعني انت مظبوط بالظبط. ده اللي احنا عايزينه، عايزين 2 احمر 2 ابيض. لو انت ايه 3 احمر 1 ابيض يبقى كده انت واطي بس مش قوي، مش على الاخر، انت واطي شويه فاعلى شويه. لو انت ايه 3 ابيض 1 احمر يعني انت عالي شويه بس مش اعلى حاجه. ده اللي بيساعدنا نعرف ان احنا مش واطيين قوي ولا عاليين قوي، بيساعدنا نعرف ان احنا ننزل بالظبط في المكان الصح في الرنوي، ماشي. فايه نكون خلاص جاهزين مع البريسيجن ابروتش باث انديكيتورز، اللايتس اللي هناك نكون جاهزين، فولي كونفيجرد، ارتفاعنا كويس. ده في الفاينل بس كده. فايه الترافيك باترن دي بيعملوها ايه في التريننج بتاع البايلوتس، بيقعدوا ايه بقى بالساعتين كده مثلا لما يجوا يعملوا تريننج، يقعد بقى الانستراكتور معاك يقعد يعلمك ازاي تعمل لاندنج وتجرب تعمل تيك اوف. بيعملوا حاجه اسمها تاتش اند جوز. يعني ايه تاتش اند جوز؟ يعني انت ايه تعمل الباترن دي، تنزل لاندنج تطلع على طول تيك اوف تاني، تعيد نفس الحاجه، ماشي، تطلع تاني اهو تنزل لاندنج تيك اوف. وكل ده مع الاي تي سي، مع الاير ترافيك كنترول، عشان تتعلم عن الكوميونيكيشن برضو. فايه بتقعد تعيد بقى تاتش اند جوز والحاجات دي عشان ايه تكون تعمل فلايت تريننج بتاعك. بيعملوا الحاجات دي في الاول يعني. بس فباختصار هو ده الترافيك باترن واهم حاجات للترافيك باترن. اتمنى انكم اتعلمتوا حاجه جديده النهارده، وشكرا انكم اتفرجتوا على الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. عندكم اي اسئله طبعا اعملوا كومنت، واشوفكم المره الجايه. مع السلامه.